حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا عارفين وقت الشتاء بيبقى فيه كل الخضار الحلو. نجيب اللي احنا عايزينه ونخزنه في التلاجة. بيبقى حلو معانا، بيقعد معانا من السنة للسنة، بس لما تكوني مخزناه بطريقة حلوة. انا جبت سبانخ، لقيتها حلو في السوق وجبت وسعرها حلو لحد ما. وجبت كمان كرنب ونخزنه مع بعض. تابع معايا الفيديو للاخر وشوفي عملنا ايه. وحط اللايك واشتركي معايا في القناة لو لسه مشتركتيش، وتعالي نبدأ الفيديو بتاعنا. وكله دلوقتي بيخزن ودلوقتي بيعمل كل حاجة ويشيلها في الفريزر، وكمان مش هياخد معاكي مجهود ولا وقت ولا اي حاجة، وهتستنفعي بيه طبعا. يبقى قاعد معاكي في الفريزر او الديب فريزر من السنة للسنة وتستخدمي فيه زي ما انتي عايزة. وطبعا زي ما احنا عارفين شهر طوبة وامشير بيبقى فيه الخزين حلو قوي. طبعا السبانخ سعرها حلو، فانا جبت كمية وقلت اشيلها، يعني بتنفع ومحدش بيستغنى عنها اكيد. طعمها حلو وشغالة معاكي في اي حاجة، وكمان يعني مفيدة جدا. زي ما انتم شايفين كده معايا اهي السبانخ بوريها لك. انا جبت 5 كيلو، قلت ايه هنضفهم واعملهم، يعني نعملهم سوا دلوقتي واقولك بعملهم ازاي. ولقيت برضو الكرنب حلو قوي، جبت 3 كرنبات، وانا معايا 2 لسه شايلاهم من يومين، يبقى انا كده عملت 5 كرنبات. يعني كل ما بنزل كده بلاقي مثلا الكرنب حلو بجيب 2 في 2 ولا حاجة، لان لو انا جبت الكمية الكبيرة دي مش هعرف اعملها. فعشان كده ايه بقى بنعمل حاجة واحدة واحدة واحدة. بيبقى احسن طبعا ما يكون مرة واحدة ويبوظ مني. هنبدأ مع بعض دلوقتي حاجة حاجة. السبانخ بتاعتي نضفتها، خليتها زي الفل معايا، غسلتها غسلة حلوة عشان بيبقى فيها طينة طبعا، ورقة ورقة. ونقضي طبعا الورق اللي مش حلو ارميه عشان ما يبوظلكيش السبانخ كلها. فانا كده نضفتها كلها. وهقول لك هنعمل ايه في الحتت الحمرا ديت. بصي الورقة نضيفة ازاي، تاخد وقت معايا بس في الغسيل. سريع سريع هنقطعها دلوقتي مع بعض وهقول لك هنعمل ايه. ونسي بقى الطرق القديمة والتقليدية والطرق اللي هي ملهاش اي لازمة وبتاخد مننا وقت، بتاخد مجهود، وتلاقي اليوم كله ضاع في شوية سبانخ ولا أي حاجة. نضفي، اعملي، كيسي، ولا أكتر من كده. أنا دلوقتي بجيب السبانخ اهيت زي ما انت شايفة، بعد ما اتغسلت وصفتها على قد ما قدرت. وكمان بعد ما هقطعها هنحطها في مصفى، علشان لازم تكون متصفية حلو من المية عشان يطول عمرها في الفريزر وما تبوظش مني. فزي ما انت شايفه احاول ارصصهم جنب بعض. الاحمر دوت هقولك انا هعمل فيه ايه دلوقتي، ما بستغناش عنه. اول واحده انا استغنيت عنها، بس انا رجعت وعملت ايه كل الباقي في الاحمر. لازم تعملي فيه الحته الحمرا دي، بتخلي طعمه حلو، تبين ان هي سبانخ فعلا. طعمها بيبقى جميل جدا ومفيد، يعني بتخلي السبانخ طعمها مسكر. فكده ايه انا قطعت بس اول مره، بس انا بعد كده ايه ما استغنيتش عنها. زي ما انت شايفه كده هنقطع بقى ايه حتت صغيره، وهي ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. ليه بقى؟ لان انت كده كده هتعمليها، يعني هتطبخيها، فلما هي اصلا بتتعرض لنار بتكش بتقل حجمها، فيعني مش عايزانا صغيره قوي لما نيجي نسويها ما نلاقيهاش. فلما تكون وسط تبقى حلوه بعد السوا وباينه شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده هنقطعها كلها بالكميه ديت، واوريكي هنعمل ايه تاني. مفيش اسهل منها ولا ابسط منها، ومفيدة جدا، عارفين كلها مليانة حديد وفيتامينات وكويسة جدا. فلازم ايه نجيبها ونستغلها دلوقتي قبل ما تغلى. كده انا قطعت معايا، هنحطها دلوقتي في طبق فيه مصفى. زي ما انتم شايفين كده مصفى اهيت وطبق، وهنحط فيها الكمية بتاعته. كل ما نقطع نحط الكمية، مش هتصفي معايا مية خالص، هوريها لك، لان هي اصلا انا غسلاها مصفيها حلوة قوي، وغسلها غسيل مقولكيش يعني. اهتمي بغسيلها، حطي شوية خلي معاكي في المية انتي بتغسلي، هتخليها حلوة معاكي. عشان اهم حاجة برضو الغسيل، عشان ما يبقاش طعمها برضو مش حلو وتحسي ان هي فيها تراب. انا كده خلاص زي ما انت شايفة كده اهيت
اسيبها مع نفسها بقى في الصينيه، في الطبق. وبوريكي الحته الحمرا دي انا هعمل فيها ايه، الكميه كلها اللي معايا بنضفها واقطع اي حته مش عاجباني، وكمان بقطعها ترنشات واحطها مع السبانخ، بتديها طعم حلو قوي. في حاجه طبعا انا لسه ما حطيتهاش، انا عارفه انت هتقولي لي عليها، السبانخ بتتحط لها ايه، خضره ايه، بيتحط لها كزبره. انا بقى لما باجي اطبخ بطلع الكيس من الفريزر. بعمل ايه، بجيب من بره الكزبره عادي بنضفها واقطعها حتت صغيره نفس الوضع دوت، وبعد كده بحطها عليها اثناء الطبيخ. فعادي يعني انا ما بشيلهاش معايا من دلوقتي، وكمان بحطها ساعة الطبيخ. عايزة تشيلها عادي مش مهمة يعني، عادي تشيلي، مش هيجرى حاجة طبعا. بس انا بوريكي بس ان انا ايه لما باجي استخدمها بحط الحزمة او حزمتين على حسب الطبخة بتاعتي. فانا مش ناسية موضوع الكزبرة، عارفة طبعا ان هي محتاجة كزبرة. هنعمل فيديو حلو قوي للسبانخ واقول لك انا بعملها ازاي. ليها طرق كتير، وناس بتحط لها رز، ممكن تحط لها حمص، ممكن تحط لها فريك، آه يعني على حسب. بس فانا كده هخلص بقى تقطيع السبانخ دي كلها واوريكي شكلها عامل ازاي، وهنكيسها مع بعض واقول لك تعملي ايه. انسي بقى ان انت تبخريها عن بوتاجاز وتحطيها وتسيبيها كده لغايه ما الميه تتبخر منها والكلام دوت. بصراحه انت كده ضيعتي كل يعني كل الحديد اللي جواها والفيتامينات والمعادن، كل اللي جواها راح علشان انت عملتيها على النار. لا، انا دلوقتي لما بعملها كده بحافظ على اللي جواها، اجي اطبخها طبعا بستفاد باللي معايا باللي فيها طبعا. انما من دلوقتي لو انا عرضتها للنار انا كده بخسر في المية اللي نازلة منها ديت، انا كده بخسر كل الفوائد بتاعتها. زي ما انت شايفة كده هفضل بقى اقطع الكمية كلها واوريها لك عاملة ازاي. اوعي تنسي ان الحتة الحمرا دي تنضفيها وقطعيها، لان بجد مفيدة وحلوة وبتدي طعم حلو قوي قوي للسبانخ. هحاول بقى اخلص الكميه كلها واوريها لك شكلها عامل ازاي بنفس الوضع. تابع بس معايا وحط لايك واشتركي معايا في القناه. واستغلي الايام ديت في الموسم اللي هو دلوقتي السبانخ حلو قوي، والكرنب كتير قوي قوي دلوقتي البلدي قبل ما يطلع التاني اللي مش حلو. فاستغلي معايا الوقت دلوقتي وايه، وخزني حاجات اللي بتقعد معاكي من السنه للسنه ما بيجرالهاش اي حاجه. بصي انا كده خلصت الكميه بتاعتي كلها، الطبقين الكبار دول مش منزله ولا نقطه ميه. هبدا اعمل ايه، مش هحط على النار زي ما اتفقنا، خلاص انسي بقى موضوع ان احنا نحط على النار، هنكيس على طول. انسي بقى النار دي زي ما انا قلتلك عشان ما نضيعش الفوائد بتاعتها. بصراحة كنت هجيب اطباق، بس انا لما قلت اللي هو هياخد مني مكان يعني في الفريزر والديب فريزر والكلام ده، فانا حاولت ان انا اكيس اكتر ما احط في اطباق. فانا عملت الكيس، كل كيس على قد الطبخة اللي انا عايزاها. بس كده، مفيش اسهل ولا ابسط من كده، ولا هنقف على البوتاجاز ولا هنعمل اي حاجه. ليه بقى ما تستغليش الوقت دوت وتعملي فيه الحاجه اللي انت عايزاها؟ يوم هنتعب فيه بس هنرتاح السنه كلها. زي ما انت شايفه كده احاول اكيس واخرج الهواء على قد ما اقدر. بصي كده، دوس عليها بالراحه والربط برضو بالراحه، ونخليش الهواء ايه يخش لها. كده خلاص هنبدأ بقى نكيس بقية الكمية كلها واوريكي شكلها عامل ازاي. ما تروحيش في حتة تتابعي معايا عشان لسه هنعمل الكروم دلوقتي. بصوا الكيس على قد الطبخة بتاعتي، انا عارفة طبختي بتبقى عاملة ازاي، قللي بقى او كتري على حسب ما انتي عايزة. وكده خلاص انا كيست كل الاكياس بتاعتي اهيت بالسبانخ بتاعتي اهيت على قد اكلتي. وكده خلاص مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. تطلع من الفريزر حطيها على طول في التغذية بتاعتك او الطبخة بتاعتك على طول، ما تسيبيش ان هي تفك، حطي على طول على الاكل على طول. سهلة وبسيطة. انسي بقى ان انت تحطيها على النار الاول، وصدقيني كده بالوضع دوت بتبقى خضرة معاكي لغاية اخر وقت، وبتبقى حلوة قوي ومحتفظة بالفوائد بتاعتها. ده كده ايه، السبانخ معايا زي ما انتم شايفين كده ال5 كيلو عملوا معايا الاكياس دي كلها.
يا رب الوصفة تعجبك، واستغلي وقت السبانخ دلوقتي وخليكي شاطرة وجيبي السبانخ وشيليها من السنة للسنة. هاتي قطعي وكيسي وارمي في الفريزر عندك او الديب فريزر هتنفعك. كده انا هجيب الكرومبي زي ما انت شايفة كده. انا عاملة فيديو طبعا ازاي تجيبي كرومبي بلدي. خشي وشوفي علشان ما يعني يضحكش عليكي من حد يعني وتجيبي الكرومبي في الاخر ما يستويش. زي ما انت شايفه كده احاول انضفها من بره من كل الورق الاخضر اللي انا مش هستخدمه يعني. وكمان هنعمل هنحاول نفتحها طبعا ننضفها كده من النص علشان انا بسلقها سليمه. لو ما بتعرفيش تسلقيها سليمه قطعيها عادي ورقه ورقه واسلقيها، بس صدقيني لما بتتعمل سليمه بتبقى حلوه. زي ما انت شايفه كده معايا هنحاول ننضفها من النص، بس زي ما انا قلتلك كده اسهل طريقه طبعا تسلقيها هي سليمه. هي هتطلع معاكي ورقه ورقه، تعرفي كده ان هي خلاص بتستوي معاكي وخلاص جاهزه معاكي. انما لما بتيجي تطلعي ورق من هنا زي ما هي كده وهي ونيه بتقطع منك وبتكسر. الاسهل ليكي تعمليها سليمه. انا عن نفسي بعملها سليمه، فحاولي اعملي جربي في واحده صغيره ومش هتبوظ منك متخافيش، واعمليها سليمه. اهوت هنقطع دلوقتي اللي كل اللي جوه نطلعه. اهي طلعت معايا بكل سهوله ولا بص فيها اي حاجه. خلاص كده جاهزه معايا ان انا هنزلها في الحله. اغسلهم الاول كلهم واغسل الورق حلو من جوه ومن بره، واخلص بقيه الكرومبات معايا كلها. وبعد كده هنزلهم في الحله واقول لك هنعمل ايه. دي كرومبايه تانية احاول بقى اعملهم مع نفسي. مع نفسي كلها الكميه ديت، وهوريكي دلوقتي حله الميه هنعمل ايه. انا طبعا جبت اكبر حله عندي، حله الالومنيا الكبيره اللي عندي. احط فيها شويه ملح ما تكتريش انا هنخزن عشان ما يتهريش مني. شويه الملح زي ما قلت، ومش هنحط كمون علشان احنا هنفرزه، مش هنحشي ولا نعمل حاجه. هنحط سكر. السكر بيعمل ايه؟ ده الماده الحافظه بتاعه الكرنب اللي هيحفظهولك ويخليه مقرمش معاكي وما يجلدش معاكي معلقه السكر الكبيره. فهنحط الملح والسكر ولا اكتر ولا اقل. مش هنحط كمون زي ما اتفقنا لان الكمون بيتحط اثناء ما احنا بنكون بنعمل غدا، هنعمل اكل، انما ده هيتشال في الفريزر. فخلاص كده المية اهي غليت معايا، جاهزة معايا اللي انا انزل فيها الكرومبة. الكرومباية بتنزل ازاي؟ بتنزل على وشها من ناحية الفتحة، مش بتنزل على ظهرها، بتنزل كده. فاحنا بنحطها من الناحية ديت. ما تكتريش، دقيقة دقيقتين بكتير قوي، مش هنسلق اللي هو السلق الجامد، لا انت بتسلقي يعتبر نص سلقة. ليه؟ هتشيلي في الفريزر. الفريزر هنا بيعمل ايه؟ الفريزر بيديله كمان بيزود السوا بتاعه، فهو لو مستوي قوي وهتزودي عليه هيتهري منك ومش هيبقى حلو. فعشان كده انا بقولك ان انت تعملي كده نص سلقة ولا اكتر ولا اقل علشان يبقى مظبوطة معاكي لما بتيجي تسويها وتاكليها تبقى تلاقيها حلوة. فعودي نفسك ان انت نص سلقة وخلاص، ما تطوليش، دقيقة دقيقة ونص بكتير قوي على كل ناحية. وهتلاقي الورق طلع معاكي وهتبصي بتتقلب معاكي بكل سهولة ازاي. هنحاول بقى نغطسها في المية، هي عايمة على المية هي من وش. هنحاول نغطسها والمية تخش جواها علشان نضمن سلقها. زي ما انت شايفة كده هنقعد نعمل فيها يمين وشمال كده. هتعرفي منين ان هي بدأت ان هي تفك؟ خلاص هي بتفك معاكي هي واحدة واحدة. شايفة اسهل ومتاخدش وقت على فكرة. السليمة دي متاخدش وقت زي المفرطين. فدي بتاخدش وقت في كلها مرة واحدة وبناخد ورقة ورقة وخلاص خلصت. انما هنقعد بقى نحط كل ورقتين ثلاثة مع بعض، لا مجهود، وكده احسن طبعا. زي ما انت شايفة كده لونها غير معاكي اهوت لو تلاحظي كده. خلاص جاهزة معايا ان انا اشيلها. قلتلك كل ناحية دقيقة دقيقتين بكتير قوش. هتلاقي اول ورقة بتتسحب معاكي بسهولة. خلاص ابدأي اسحبي.
ما تنسيش معلقة السكر، لان معلقة السكر هي دي اللي بتحافظ عليه، دي المادة الحافظة بتاعته، علشان يبقى مقرمش معاكي وما يجلدش. وعلى فكرة لما تيجي تطلعيه مش بتحطيه في مية ساقعة، لا بتحطيه في مية مغلية زي ورق العنب، هنعمله معاملة ورق عنب. ليه؟ يحاول يفك معانا كده، خلاص انا كده بحافظ عليه على قرمشته ان هو ما يجلدش معايا والسوا بتاعه يبقى حلو. بنزله دقيقة دقيقتين برضو في المية، ما بياخدش مني اي مجهود كده برضو. دي الطريقة الصح بتاعته، ان انتي لما تطلعيه من الفريزر تستخدميه ازاي. بصوا مفيش اسهل من كده اهو، تطلع واحدة واحدة ولا اي حاجة، وما تخافيش مش هتبوظ منك ولا اي حاجة، للي بيخاف يعملها سليمة. هنسحب بقى واحدة واحدة لغاية ما نخلص كل الكرنب اللي معانا. وكمان اقولك على حاجة، ما ينفعش ان انت تسلقي كل الكرنب اللي معاكي ايا كان الكمية وترجعي تقطعي، هيبوظ منك صدقيني. ليه؟ السخونية بتاعته هتفضل محتفظة جواه، هيتهري منك او هيستوي منك بزيادة. عشان كده بقولك ان انتي واحدة واحدة تخلصيها، اطفي النار، خلصي تقطيعها، ظبطيها، ارجعي تاني اعملي التانية، اطفي النار ظبطيها، ارجعي تاني اعملي التالتة، وهو يعني نخلص كله. فما ينفعش ان احنا نعمل كله مرة واحدة وبعد كده نيجي نقطع نلاقي ان هي اتهرت معانا لغاية عبال ما نوصل لتقطيعها. فاحنا كده كده محافظين عليها ان احنا مش مسوينا سوا كامل، يبقى كمان ما نسيبهاش وهي سخنة علشان ما تكملش السوا بتاعها. بس كده هنفضل بقى نقطع العروق بتاعتها، والعروق بتاعتها دي خليكي شاطرة بقى ونصحى واعمليها بقى مخلل، بتبقى تحفة. هنعمل فيديو برضو لمخلل الورق والحاجات اللي كل البواقي اللي باقية من الكرنب ديت مش هنرميها طبعا، هنعملها مخلل، وتبقى طعمها جميل جدا وما تشتريش من بره، واسهل منه مفيش على فكرة، وطعمه تحفة جنب اي اكل بيمشي معاكي. زي ما انت شايفة كده هنحاول بقى نخلص الكمية دي كلها مع بعض، وهوريكي شكلها بيبقى عامل ازاي. زي ما اتفقنا اعملي كرومبايه كرومبايه، خلصيها ارجعي اعملي التانية. كده كده المية سخنة معاكي، لما تيجي تولعي عليها مش هتاخد منك وقت عمال ما تغلي. فكده بصي الكرنب بتاعي قطعتلك قدامك اهوت واحدة. هجيب مصفى وتحتيها حلة كده كبيرة او طبق كبير، ومصفى دي تصفي ميته. ليه؟ علشان انا هشيله في الفريزر ومش عايزه يبوظ مني، الميه هتبوظه. فبحاول ان انا اصفيه من اي ميه على قد ما اقدر علشان احافظ عليه ان هو يقعد معايا زي ما انتم شايفين كده. هنخلص بقى الكميه كلها. تاخد وقت ومجهود، بس هو وقت يعني يوم كده بيضيع مني، بس انا بستفاد منه ان هو يقعد معايا السنه كلها، هستفاد منه. وكل ما بنزل بجيب كرومبايتين كده ولا حاجة واعملهم بنفس الوضع دوت واروح شايلاهم، انا المستفادة. ليه؟ هيجي عليكي ايام في الشتاء صعبة، مش هتقدري تنزلي ولا تعملي حاجة، فنستغل الموسم دلوقتي ونشيل. طلعي من الفريزر واعملي اللي انت عايزاه. انا كده خلصت تقطيع الكرنب كله، الاخضر لوحده، الفاتح لوحده، واللون اللي هو اغمق من الابيض دوت بشوية. كده خلاص خلصت الكمية كلها. بوريكي بص التصفية بتعمل ايه، مفيدة معايا في المصفى. بتصفي المية دي كلها. انا كل المية دي كنت اخدها معايا في الفريزر ملهاش لازمة، طب ما انا اصفيه احسن علشان يعني يفضل معايا ويديله عمر اطول. انا كده بصوا التقطيعة كلها عاملة ازاي، زي ما انت شايفة كده، قطعي زي ما انت عايزة. والاخضر دوت انا بحطه من تحت خالص، بحافظ على الحله ما تتلسوعش مني. الورق الكرنب بعد كده لو اتلسع الاخضر ده مش مهم عادي، بس بقيه المحشي بيبقى سليم زي ما انتم شايفين كده. هنحاول بقى نكيس. انا ما جبتش بقى علب ولا الكلام دوت، زي ما اتفقنا في الاول الاكياس ديت انا جايباها علشان بحب ان هي تكون ما تاخدش معايا مساحه في الفريزر، وفوق بعضيهم كده احسن من الاطباق. وعلى قد الحلة، على قد حلتي انا بستخدم، شوفي الكمية اللي انتي هتناسبك، فهنفضل نحط الكمية اللي انتي عايزاها واللي انتي هتستخدميها. عايزة اقل عايزة اكتر حاجة ترجع لك. زي ما انتم شايفين معايا كده
هكيس بقى كله زي ما عملنا السبانخ وورق العنب، ورق الكرنب قصدي. لا، ورق العنب ده لسه بقى موال يعني بعد شم النسيم لما بنجيب ورق العنب. فكده انا خلصت نوعين. عايزه اجيب بقى الجزر والبسله ونفرزهم مع بعض، ونشوف هنعمل ايه تاني. صدقيني كل الحاجات دي بتنفع معاكي وما يتخسركيش حاجه، بتنفعك طبعا. زي ما انت كده خلاص وصلنا لاخر الفيديو. لو لسه ما حطيتيش اللايك حط اللايك، ولو ما اشتركتيش معايا اشتركي وقولي لي رايك ايه في التخزين بتاعي. اسهل منه مفيش، نتعب يوم هنرتاح الباقي طبعا. زي ما انت شايفه كده. كده خلاص هنخلص بقى كل الاكياس، وربطي حلو طلعي الهوا علشان يعيش معاكي في الفريزر، ما يبقاش بعد التعب ده كله نلاقيه باظ مننا، يعني حرام يعني، والمجهود ده كله. بس كده. يا رب الفيديو يعجبك، وقولي لي انتي بتخزني بنفس الطريقه ديت ولا لا، وبتتابعيني من انهي بلد يعني. احب اعرف طبعا. واكتبي لي تعليق حلو منك وقولي لي رايك طبعا. انت بتعملي وما بتعمليش. في ناس اعرفها ما بترضاش تعمل خزين، مع ان صدقيني بينفع وحلو في الشتاء والسنه كلها بتنفعك طبعا. خارجه وراكي درس، وراكي اي مشوار، جاتلك عزومه على فجأة، فتلاقي طبعا حاجه عندك في الفريزر. وزي ما انت شايفه كده انا كده خلصت. زي ما انتم شايفين كده معايا وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يعجبك، واشوفك ان شاء الله مع تفريز جديد، وكمان حاجات نشيلها في الفريزر مع بعض سوا ونستغل الموسم. واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة. يلا سلام يا بنات، اشوفك بقى في فيديو جديد. مع السلامة، تبخليا باللايك. سلام يا بنات.